احلى سلطه في الدنيا. انا بسميها بصراحه السلطه المشبعه، يعني انا لما بكون عايزه وزني يقل بصراحه ما اقدرش استغنى عنها. سلطه تحفه تحفه تحفه، احساس بالشبع. ما بتحسسنيش بالجوع خالص، بتسد الشهيه بشكل كبير. يعني بالاخر بتساعدنا على انقاص الوزن. يعني سلطه خطيره، سلطه جباره. انا بسميها السلطه الخضراء، او بسميها السلطه المشبعه. يلا نشوفوا هنعملوها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ الفيديو بتاعي النهاردة فيديو حلو قوي ومفيد جدا. السلطة اللي انا هعملها دي هي تعتبر من السلطة، بس دي تعتبر وجبة حلوة قوي للفطار او للعشاء. هتساعدنا كتير 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 على ان احنا وزننا يقل، على ان احنا نحرق الدهون. اول حاجة احنا هنعوزوها في الوصفة بتاعتنا ديت الخيار. طبعا كلنا عارفين ان الخيار بيساعد على انقاص الوزن، بيساعدنا ان احنا نحرق الدهون، بيعالج الامساك، الناس اللي هي بتعاني من الامساك. بيساعد على بيعالج عسر الهضم ومشاكل المعدة، وكمان بيساعد في المواظبة عليه، على اكله او على ان احنا ناكله في سلطة. ده بيساعد في ازالة السموم من الجسم، لان هو مضر جيد جدا للبول. الوصفه بتاعتنا ديت احنا محتاجين يا اما خيارتين كبار يا اما 3 وسط زي ما احنا شايفينهم. احنا هنقطعوهم شرايح رفيعه جدا. هنشيل الاول الاتنين دول، وبعدين اهو رفيعه قوي على قد ما تقدري. بصي رفعها عامل ازاي اهي. هتقطعي ال3 خيارات بنفس الطريقه. صدقيني والله ان شاء الله لو واظبتي عليها هتلاقي نفسك عندك احساس بالشبع، وهتساعدك كتير زي ما قلت لكم في انقاص الوزن. يعني انت هتلاقي نفسك هتنقصي يعني من 7 ل 10 كيلو في الشهر. حلو قوي لو واظبتي عليها كفطار وعشاء. هنقطع ال3 بالشكل دوت. وعايزه اقول لكم على نصايح بقى حلوه جدا عن تجربتي يعني، وعن السيرش اللي انا بعمله، في ان احنا ازاي هننقص وزننا من غير ان احنا ما نحرق، من غير ان احنا ما نحس بالجوع او نعاني، او ان احنا نواظب على الرجيم شويه بعد كده نوقفه. لا، دوت بدون الرجيم. ازاي؟ الموضوع مش محتاج دكتور، ولا محتاج ان انا اروح ولا امارس تمارين رياضيه صعبه. لا طبعا التمارين الرياضيه مهمه وكل حاجه، بس الناس اللي هي ما بتقدرش تعمل تمارين، احنا هنعمل ايه؟ انتي اولا بتقللي النشويات كتير قوي، بتقللي الخبز كتير، اي حاجه فيها دقيق بتقلليها. عندك بقى الحاجات الأساسية اللي هي زي السلطات الخضراء، أي حاجة لون أخضر دي حلوة جدا ومفيدة جدا للجسم، وبتساعد زي ما قلت لكم على إنقاص الوزن بشكل كبير جدا. طيب تاني حاجة، في مشروبات بتساعدنا برضو حلوة قوي على إن احنا نحس بالشبع. فبالتالي أنا لما أحس بالشبع أنا مش هاكل، فبالتالي وزني هيقل. هتساعدنا على حرق الدهون. زي إيه مثلا المشروبات ديت؟ زي الجنزبيل، القرفه، خل التفاح بتحطيه على ميه. يعني انا هعمل لكم فيديو عن 11 مشروب اساسيين معانا في انقاص الوزن، بيجيبوا مفعول حلو قوي، بتحسي طول الوقت ان انت شبعانه مش عايزه تاكلي حاجه. فدول حلوين قوي لو انت عايزه تنقصي وزنك ان انت تستخدميهم. طيب ايه اللي انا بقى هعمله بعد انا ما قطعت الشرايح دي؟ زي ما انتم شايفين بصوا رفيعه قوي قوي قوي. طيب ايه اللي انا هعمله؟ هجيب كده معلقه ملح كويسه، وهرشها عليه كله كده. وبعدين بقى انا هقلبها كويس جدا، هقلبه كويس جدا. وبعدين انا هسيبه بقى على جنب علشان يصفي الميه بتاعته. طيب الحاجه بقى اللي بعد كده ايه هي؟ البصل الاخضر. البصل الاخضر يا جماعه حلو قوي ومفيد جدا. البصل الاخضر اللي لو كلنا مش عارفين فوائده، هو غني بالعديد من الفيتامينات زي فيتامين كي والالف والسي. بيمنع تراكم الدهون وبيخلصنا من الوزن الزايد اللي احنا متضايقين منه. بيساعد
في منع نمو الخلايا السرطانية، ودي ابحاث اكدت الكلام دوت. وبيساعد كمان في تقليل الالتهابات، وخاصة التهابات الاذن على فكرة. مصدر هام زي ما قلت لكم العديد من المعادن والفيتامينات للجسم، وفي كمان حمض الفوليك، فهو يعتبر حاجة كويسة جدا ومفيدة معانا قوي قوي في السلطة دي. انا برضو هقطعها قطع صغيرة جدا عشان الناس اللي ما بتحبش ان هو يكون واضح، بس انتي طعمه مش هتلاقيه واضح خالص يعني. ان شاء الله ان شاء الله الوصفه دي او السلطه ديت هتعتبر وجبه زي ما قلت لكم للافطار والعشاء، وجبه حلوه قوي، وان شاء الله ان شاء الله هتجيب معاكم نتيجه وهتعجبكم، وهتدعوا لي وهتكتبوا لي كلام حلو ان شاء الله في الكومنتات. واتمنى بقى ان شاء الله كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي ما ينساش يعمل اللايك ويشترك في القناه. انا كده اهوت قطعته كله. طيب هنحط بقى ايه كمان حاجه مهمه قوي، الشبت يا جماعه. الشبت فوائده عظيمه، يمكن كتير مننا قوي يعمل السلطه من غير ما يحط الشبت. طب ليه ما بنحطوش شبت مع ان الشبت ده اهم حاجه في السلطه؟ اهم حاجه الشبت دوت بيقلل من امتصاص الجسم للدهون والسكريات، وكمان بيساعد على انقاص الوزن بشكل كبير. هاتي كده حزمة شبت كويسة حلوة كده مليانة، اغسليها كويس بخل ومية، وبعدين نزلي المية اللي فيها وقطعيها بقى حتت صغيرة قوي في السلطة بتاعتنا دي. وعايزة اقول لكم بقى يا جماعة الشبت الاول اهوت زي ما قلت لكم هنقطعوه حتت صغيرة خالص. وعايزة اقول لكم على حاجة مهمة كمان، ملكيش دعوه باللي حواليكي. يعني ايه ملكيش دعوه باللي حواليكي؟ يعني ما تقوليش انا بخس عشان ابقى حلوه في عين مش عارفه مين ومين ومين. لا طبعا هتقولي ابقى حلوه طبعا في عين جوزك وكل حاجه، بس ممكن يكون هو عايزك حلوه مش عشان صحتك، ممكن يكون هو عايزك كشكل، تمام؟ لكن انت تخسي، حطي هدفك ان انت هتخسي عشان نفسك مش عشان حد تاني، تمام؟ وبعدين مالكيش دعوه باللي حواليك، لان ممكن ان انت تكوني شفتي نفسك ان انت بداتي تخسي، لكن اللي حواليكي ممكن يهبطوا عزيمتك. لا ده انت زي ما انت، ده انت مش عارفه ايه. لا مالكيش دعوه بحد خالص، استعيني بالله كده وابدأي وقللي اكلك زي ما قلت لك، هتلاقي الدنيا بقت حلوه معاكي قوي. ادي الشبت. طيب الحاجه بقى اللي بعد كده الخطيره اللي كتير مننا مش بيحبوا في السلطات وكلام من ده، لكن ده اهم عنصر معانا في السلطه بتاعتنا المشبعه دي، الثوم. 4-5 فصوص ثوم كده حلوين، قطعيهم قطع صغيره خالص او ابشريهم زي ما تحبي. لو مش بتحبي طعمه ان هو يجي في بقك يبقى ابشري. اهوت بقى بقطعه حتت صغيره خالص، انا بالنسبه لي عادي بتقبل طعمه مفيش اي مشكله خالص. طيب عايزه اقول لكم بقى وانا بقطعه كده ان هو الثوم بيعمل ايه. الثوم دوت بيقلل الوزن، بيساعدنا برضو في ان احنا ننزل وزننا، وكمان بيمكن الجسم ان هو يقلل السعرات الحراريه بتاعته، ما يمتصهاش، يعني يمتصها يمتص القليل من السعرات الحراريه. وعلى فكره الكلام دوت يا جماعه ده ابحاث هي اللي بتقول كده، ده الكلام دوت مش من عندي. وبيساعد كمان ان هو ديت بقى معروفه عندنا كلنا ان هو بيزيل السموم اللي موجوده في الجسم بتاعنا. اهوت بقى بعد ما قطعتها خلاص انا فاضل لي اهوت اخر واحد. جينا بقى للمكون الجهنمي معانا. المكون بتاعنا بقى اللي هو دوت الزبادي اليوناني. الزبادي اليوناني دي على فكره مش اي زبادي وخلاص، بس لو مش موجوده ممكن تستبدليها باي نوع زبادي تاني بس يكون لايت، ده هو المناسب لينا طالما احنا عايزين نقلل وزننا. الزبادي اليوناني دي فيها نسبه كبيره قوي قوي ونسبه حلوه من البروتين، وبتساعدنا في ان احنا الشهيه بتاعتنا تبقى قليله، والشعور بالجوع عندنا يبقى قليل قوي. فبالتالي طبعا لما احنا شهيتنا تقل واحساسنا بالجوع يقل، فطبيعي ان احنا مش هناكل كتير، فدوت هيساعد على انقاص الوزن بسرعه. طيب الزبادي ديت انت هتاخدي منها زي ما انت ما عايزه. انا بالنسبه لي انا بحط نصها مش بحط اكتر، انت عايزه تحطيها كلها مفيش مشكله، لكن انا بحب اكلها على مرتين. وعلى فكره مش دايما مثلا بلاقي اللي هي الزبادي اليوناني، انا بجيب اللي هي الزبادي اللايت.
الاتنين حلوين قوي قوي معانا في الوصفه بتاعتنا ديت. خلاص كده تقريبا انا كده خدت اهوت نص الكميه ويمكن اكتر كمان. هنيجي بقى الخيار اللي احنا كنا سايبينه، هنمسكه بقى الخيار. بصوا الخيار اهوت، انا عايزه اوريكم الميه اللي هتنزل منه بعد انا همسكه بايدي جامد هعصره. بصوا شايفين الميه اللي بتنزل؟ هنزل الميه اللي فيه كلها اهي. وبعدين السلطه بقى بعد ما ننزل كل الكميه اللي موجوده معانا ديت، بصوا يا جماعه اهي الميه اهيت بتاعته اللي نزلت. طيب احنا هنعمل ايه بقى بعد كده؟ احنا خلاص كده احنا الوصفه بتاعتنا دي كده اكتملت. خلاص احنا هنقلب كويس. سلطه تحفه، سلطه جباره. انت كمان هتحطي، احنا مش هنحط ملح لان يعني يفضل ان احنا نبعد عن زي ما هنبعد عن السكريات احنا نبعد عن الحوادق. دي شكل السلطه بتاعتنا اهي. احنا ممكن بقى تحطي ايه لو منكهات بقى، عايزه تحطي مثلا يعني معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر، زي ما تحبي. مش عايزه تحطي تمام كده حلو قوي. فانا بالنسبه لي اهوت انا هاخد دي الكزبره، انا هاخد رشه كده مش هكتر. كذلك الكمون اهو. طبعا الكمون برضو ليه فوائد جميله جدا، الكمون اللي هو الحصى مع الميه. واخر حاجه اللي برضو ليه فوائد ما تقلش معذره، ما تقلش اهميه عن كل اللي اتحط، الفلفل الاسود على فكره ده خطير وجبار يعني اهو. بس انا مش هحط اكتر من كده في السلطه بتاعتنا ديت. السلطه كده خلاص السلطه كده بقت جاهزه معانا. انتي ممكن يا اما هتجيبي الطشت اللي هو الاسمر اللي هو بتاع انقاص الوزن اللي بيستخدم في الدايت، او هتاكليها كده بالمعلقه زي ما هي. انا بالنسبه لي ما باكلهاش يا جماعه على توست، انا بستخدمها كده زي ما هي. وعلى فكره انتي ممكن تستبدليها بدل الزبادي، او ممكن مع الزبادي تستخدمي جبنه قريش. انا بالنسبه لي كده هاكلها كده، وبالهنا والشفا على قلبكم كلكم. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، واتمنى تكتبوا لي بقى في التعليقات، ترجعوا بعد ما تجربوها يعني ترجعوا تكتبوا لي في الكومنتات عملت ايه معاكم وكانت مفيده بالنسبه لكم ولا لا. واستنوني في فيديو جديد.